السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى اتمتعوا معايا بالمزارات الموجودة في مكة. جبل عرفات، وكمان جبل السور وجبل الرحمة، ورحلة كده جميلة. يلا ابدأوا معايا الرحلة واتفرجوا معايا رحنا فين. بعرفات. طبعا الوفد دي ارشادات للحجاج ان هو يعرفوا ان انت داخل ارض عرفات، وزي ما قلنا مش لازم نقف فوق الجبل، لا انت لازم تبقى موجود داخل ارض عرفات. وبرضه داخل ارض عرفات، وارض عرفات مساحتها 10 كيلو متر مربع، والوفد دي هتبان لنا بصوره اوضح على ايدينا اليمين. هنلاقيها محاوطه ارض عرفات كلها باذن الله. هتبقى على ايدنا اليمين الوفد هتبان. طبعا بعد كده هيجي لنا خيمه كبيره كده تبقى هتيجي على ايدنا اليمين. الخيمه دي مكان محطه قطار ومشاعر. الخيمه البيضاء هناك طبعا شايفين اليوفط الصفر على ايدنا اليمين محاوطه ارض عرفات. وادي الخيمه البيضاء هناك دي محطه قطار المشاعر. وطبعا قطار المشاعر دوت ما بيشتغلش الا فتره الحج فقط، بينقل الحجاج من عرفات للمزدلفه، من مزدلفه لمنى، ومن منى للجمرات. ادي اليوفط الصفراء محاوطه ارض عرفات كلها. احنا كده خارج ارض عرفات، نعدي اليوفط نبقى داخل ارض عرفات. طبعا هيبان لنا المآذن بتاعت مسجد نمره، وبعد كده كل ما هنقرب كل ما المسجد هيبان لنا بصوره اوضح. مسجد نمره طبعا من اكبر المساجد في العالم. المسجد دوت بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمسجد الاقصى. مسجد نمره طبعا ما بيتفتحش الا مره واحده في السنه، يوم وقفه عرفات اللي هو يوم 9 ذو الحجه. وبيتصلى فيه زي ما قلنا صلاه الظهر والعصر والعصر باذان واحد واقامتين. ادي المآذن بدات تظهر لنا، مآذن مسجد نمره. المسجد دوت ليه 12 بوابه وليه 6 مآذن. زي ما قلنا في جزء منه خارج ارض عرفات. المسجد دوت بيتفتح يوم فجر يوم 9 قبل الفجر اي يوم 9 ذو الحجه، بس ما بيتأذنش فيه الا اذان الظهر بس. ربنا يكتب لكم جميعا ان شاء الله الصلاه فيه باذن الله. وطبعا بيتأذن فيه صلاه الظهر، وبعد كده بيتقال فيه الخطبه بتاعه الحج، وبعد كده بيتقال فيه صلاتين، طبعا صلاه الظهر وصلاه العصر بس من كل عام. وهو المسجد بدأ يبان لنا بصوره اوضح. يفضل طول السنه مقفول، ما بيتفتحش الا يوم وقفه عرفات اللي هو يوم 9 ذو الحجه. وهو المسجد بان لنا بصوره اوضح. مسجد نمره على ايدنا اليمين. ايام وجه طبعا العنكبوت غزا الخط بتاعه، وجه الحمام طبعا رد. هننزل كده يا جماعه ونطلع على طول 5 دقايق ونطلع على طول. احنا كده متجهين غار ثور، هنتفرج عليه ان شاء الله. غار ثور دوت اللي هو بيبدأ العام الهجري، ان الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه، كان مختبئ فيه هو وسيدنا ابو بكر الصديق، وعشش عليهم الحمام. وبدأ العام الهجري بتاعنا الإسلامي اللي بيتحسب بيه التاريخ الإسلامي. احنا كده داخلين على غار ثور. شايفين بسم الله ما شاء الله الناس جاية تزور المزار الجميل دوت والحمام ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بس الغار طبعا عشان نطلعه يقول لك ياخد حوالي ساعتين، فاحنا هنا بس جايين زيارة نشوفه ونتأمل في الأيام الجميلة اللي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان عايش فيها وسيدنا ابو بكر. هننزل ونشوف وناخد صوره تذكاريه مع الشركه الجميله اللي احنا طالعين فيها. وزي ما انتم شايفين الشركه بتاعتنا اسمها الربوه للسياحه، والمشرفين بتوعنا معانا بسم الله ما شاء الله يعني مش سايبيننا، وعاملين لنا رحله جميله قوي بيشرحوا لنا فيها كل حاجه. الاسم كمان مره اهو الربوه للسياحه، واي حد عايز اي معلومات عن الشركه يكتب لي في التعليقات وانا هرد عليه. تمام. احنا شايفين كده غار ثور والحمام اهو، والرسول صلى الله عليه وسلم قعد فوق الجبل هو وسيدنا ابو بكر وعشش الحمام عليه.
هقرب لكم الصورة كده بين الصخرتين اللي فوق دول خالص، هو عشش الحمام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا ابو بكر. الجبل عالي ومحدش هيقدر يطلعه، لان بيقول لك ساعتين عشان تتسلق وتطلع الجبل. يقعدوا من مكه للمدينه واستخبى هنا 3 ايام قبل ما يبدا يطلع على المدينه. مشي على رجليه، راجعين باتوبيسات مكيفه مرفهين. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه من مكة للمدينة أخذ المسافة دي 420 كيلو، أخذها في 8 أيام، منهم 4 سير على الأقدام ومنهم 4 كان راكب النقطة، هو سيدنا أبو بكر الصديق. وقبلهم طبعا الغار، طبعا هو جلس في الغار 3 أيام. وطبعا في مكة المكرمة في غار حراء اللي هو في جبل النور، طبعا غار حراء دوت اللي الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي، نزل فيه عليه الوحي، وكان بيتعبد فيه، وكان بيجي من بيته في مكة المكرمة، وبيت الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. واحنا خارجين عند الصفا والمروة، خارج الصفا والمروة في مبنى اسمه المكتبة، ده كان بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. عايزين نشوفه والله. فكان بيجي جنب المكتبة؟ هو اسمه المكتبة، هو دلوقتي اتبنى المكتبة الإسلامية. مكتبة. لا هو تخيلوا بقى ستنا اسماء رضي الله عنها كان بيجيب كل يوم الاكل وتطلع هنا في الجبل. سيدنا ابي بكر في هذا الغار ما شاء الله. من مكه المكرمه. اللهم صل على مشوار. انتم مرفهين، احنا مرفهين في الاسلام. دلوقتي احنا في جبل عرفات اهو، احنا شايفين كده الجبل اهو والمزارات بقى، بس احنا لسه بعيد، واللي عايز يطلع الجبل بيطلع الجبل. وندعي بقى هنا كده ربنا يرزقنا بحجة ان شاء الله بأمر الله، ربنا يرزقنا بالحج يا رب، اللهم بالحج والعمرة كل عام يا رب، وييسر لنا حقه كده من حيث لا نحتسب، من غير حول لي ولا قوة ان شاء الله. بقى طالعين جبل عرفات، المزار بتاعهم الجميل دوت، عاملين سلالم، واللي عايز يطلع من غير السلالم يطلع. بص بسم الله ما شاء الله، الناس فوق الزق، البركة طبعا. هو ده اسمه جبل الرحمة، بس عشان هو في أرض عرفة بيقولوا سموه جبل عرفات. جبل الرحمة ده اللي ستنا آدم وسيدنا آدم وستنا حواء اتقابلوا عليه، وتاهوا من بعض ورجعوا اتقابلوا تاني. اللهم صل على النبي. شايفين الزحمة، شايفين الجمال، حاجة كده جميلة جدا جدا جدا. ناس بتتسلق، انا بقى اتحرمت فيه، ما طلعتوش في الحج عشان كان زحمة موت، فلما جيت رحلة العمرة قلت اطلع بقى زي ما الناس كلها طالعين كده، واتمتع بالجبل الجميل اللي رسولنا الكريم طلع عليه. المخيمات والحجاج في عرفات. مين بقى هنا يلاقي مين؟ حاولت تقول لي انا قلت انا مش هتلاقيني. كنا قاعدين هنا في الحج. طب وعدنا يا رب، وعدنا. 8:30. خليك بقى معايا بقى. بقى في طريق المزدلفة زي ما احنا شايفين كده، جميلة يا حبيبي. وبيبقى موجود بقى هنا زي ما انتم شايفين الحصى اللي كل الحجاج بياخدوا منه 70 حصى عشان يربوها في اول طبعا يا جماعه مش بالنا كده، دي محطه قطار المشاعر بالمزدلفه، المحطه الثانيه، وهيجي لنا على ايدنا اليمين المخيمات بتاعت المزدلفه. المخيمات بتاعت المزدلفه طبعا المخيمات دي بتبقى مجهزه
طبعا بتبقى المخيم يشيل في حدود 20 فرد او اكتر يعني ابن اليمين. هي المخيمات بتاعت المزدلفه والمخيمات المكيفه طبعا بيبقى في كمامات اجتماعيه خارجيه بتبقى محطوطه كلها تراحات اللي هي زي المنافذ. طبعا بتبقى المخيمات طبعا مخيمات الرجاله وحدها ومخيمات السيدات لوحدها، بس هي مخيمات المزدلفه مش كتيره لان الفتره بتاعت المزدلفه فتره بسيطه غير فترة منى. طبعا هيجيب بعد كده مخيمات منى. نفس الخيمة اهي. مخيمات منى طبعا كبيرة جدا لأن هي بتشهد أيام التشريق ده مناظر حلوة يا حاج. وأيام العيد، وطبعا متقسمة لمناطق جوه مخيمات منى. طبعا دي كلها مخيمات المزدلفة. منى يا شيخ صوري. وكده طبعا مخيمات المزدلفة خلاص هنخش على منى. طبعا كده دخلنا بداية مخيمات منى، وبنكون بالظبط كده يا جماعة ونركز على ايدنا الشمال هنلاقي في نزلة الجبل في قبة صغيرة كده، ودوت زي ما قلنا ده الشاهد، ده المكان اللي سيدنا إبراهيم عليه السلام يذبح فيه سيدنا إسماعيل. طبعا دي المحطة الثانية، المحطة الثانية طبعا بتاعت منى، محطة قطار المشاعر. طبعا هنركز كده يا جماعة مع بعضنا كده على ايدينا الشمال هنلاقي بعد هنلاقي الجبل نازل، في نزلة الجبل هنلاقي فيه قطة صغيرة. ونركز كده يا جماعة بعد المبنى دوت في جبل ورا، في نزلة الجبل القطة موجودة دوت بالشاهد المكان اللي سيدنا إبراهيم عليه السلام يذبح فيه سيدنا إسماعيل. هيجيلكوا دلوقتي كان ابنه سيدنا اسماعيل. هو كان جاي هنا عشان يذبحه. هو يا جماعة في نزلة الجبل قطة صغيرة كده عاملة زي الأشجار. جسر الجمرات هنلاقي زي مبنى كده زي الكوبري من 4 ادوار دوت جسر الجمرات، وسقف كبيرة كده قبة بيضاء كبيرة. القبة دي تحتيها الشاب اللي هو رمي جمرة العقبة الكبرى، ووراها قبتين تاني، وراها الوسطى والصغرى. واحنا طالعين من الكوبري كده واحنا بنلف هنلاقي طبعا هيبقى لنا جسر الجمرات. احنا مش كل ده في الحج بقى، وناس ماتت هنا ياما. يا نهار ابيض، ده مناظر حلوة يا حاج. كنا ساكنين تحت كده بقى، ناس بتنام هنا. يا نهار ابيض. الخيمة بتبقى مكيفة. لا الخيم كلها بتبقى مكيفة، بتبقى مجهزة ومكيفة وفي خدمات بره. كل الخيم دي بتبقى لازم تبقى مكيفة. طبعا على ايدنا الشمال كده يا جماعة ادي القبة البيضاء وتحتيها جسر الجمرات اللي هو المبنى اللي 4 ادوار دوت. الحجاج بيقفوا شايفه فيه. ال4 ادوار دول؟ كنا بنيجي نرمي فيه بقى الشيطان عند القبه البيضاء اللي في ودي الوش. كلها المخيمات بتاعت منى، ومخيمات منى كبيرة جدا لان هي طبعا متقسمة لدول ومتقسمة لمناطق وشوارع تحت. في مطاعم بتبقى موجودة. صورتيها. يعني هي ال4 ادوار دول كنا بنرمي فيهم الجمرات. هي الايام بتاعت التشريق اللي هي ايام العيد زي ما قلنا. ربنا يكتبها لكم جميعا. ربنا يوميا كده يا جماعه، ربنا يا رب يكرمكم يكتبها لنا يا ويكون في رب. عرفاتكم ان شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب. طبعا هي الفايده من نظرات مكه المكرمه زي ما قلنا هي نظرات للتعارف، عشان نتعرف على المناسك ونتمنى امنيه ان ربنا يكرمكم ويكرمنا جميعا بوقوف بعرفات باذن الله. اما نظرات المدينه المنوره طبعا زي ما قلنا فيها اجر كتير، وقلنا فيها احنا كنا وقفنا عند نقطه المعركه احد
وشهداء أحد. طبعا بنعدي على مقدار 70 شهيد. وطبعا زي ما قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاله خبر ان قريش جايبه جيش عشان تحاربه، فطبعا كان في اراء ان هو ينتظروا من الصحابه ان هو ينتظر داخل المدينه. خارج من باب المروه ده على يميننا مسجد الجن. وانت خارج من باب المروه بعد تاني الصفا المروه بدل ما ترجع شوط تاني عشان زي ما قلنا تطلع الباب اللي انت داخل منه او اقرب مكان لشارع عجاب. فانت لو خرجت من باب المروه تطلع على منطقه الغزه، فانت هتتمشى مسافه بسيطه ان انت لو حابب تروح لمدافن السيده خديجه رضي الله عنها. يعني جنب الصفا والمروه مساكن مدفن السيده خديجه. بنسكن في الشرائع، في منطقه في مدينه اسمها الشرائع. طبعا بنسكن في مكه المكرمه. اما اللي بيتوفى ربنا بيكرمه وبيتوفى في المدينه المنوره بيدفن بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم في البقيع. والبقيع بجوار المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعه هيجيلنا سور حديد. طبعا هنا دافن السيده خديجه رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رايحين كده مدفن السيده خديجه رضي الله عنها، رضي الله عنها وارضاها، مدفن السيده خديجه. على يميننا كده يا جماعه على طول في مقبره المعلمه دفن السيده خديجه رضي الله عنها. هنقول برضه الدعاء المنصور واحنا بنقول عند زياره اي مقابر. السلام عليكم يا اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، انتم الصادقون ونحن اللاحقون، حسبنا الله ونعم الوكيل.